كشف نادي الريان القطري عن حجم ومدى خطورة إصابة النجم المغربي سفيان بوفال التي تعرض لها في مباراة ناديه أمام نادي قطر برسم الجولة الثانية من دوري نجوم قطر. وأكد مسؤولو الريان أن سفيان بوفال تعرض لقطع كامل على مستوى الوتر للعضلة الخلفية اليمنى، ما استحال معه استكمال مباراة فريقه أمام نادي قطر. وأوضح النادي أن النجم المغربي سيخضع لفحوصات أخرى دقيقة لتحديد البرنامج الذي سيتم اتباعه للعلاج من هذه الإصابة، مشيرا أن مدة غياب اللاعب عن الميادين لن تقل عن 3 أشهر. وبهذا يتأكد أن سفيان بوفال لن يكون حاضرا في معسكر المنتخب المغربي، والذي تتخلله مباراتين أمام كل من ليبيريا برسم تصفيات كأس إفريقيا كوت ديفوار 2023 يوم 4 من شتنبر المقبل. والمباراة الثانية ستكون ودية وستجمع الأسود بمنتخب بوركينا فاسو يوم 12 من سبتمبر بفرنسا. فما هي الحلول أمام مدرب منتخب المغربي وليد الركراكي؟ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.